الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، من استاد القاهرة نحتفل سويا بمئوية نادي الزمالك في مباراته التاريخية مع نادي اتلتيكو مدريد. مباراة رائعة ويعني احتفالية جميلة جدا جدا جدا، وقدامكم على طول قدام حضراتكم اهو جماهير نادي الزمالك العظيمة النهارده هي بتقدم بوكيهات ورد احتفالا بمئوية نادي الزمالك. كان النهارده في برنامج كبير جدا، ابتدى بمباريات بين الاشبال، وايضا ابتدى بمباراه استعراضيه بين الفنانين وقدام الزمالك. وسط الالعاب الناريه الرائعه، جو رائع جدا جدا، جماهير مخلصه تشاهد وتبلوهات فنيه رائعه في استاد القاهره الدولي، ونجوم ورموز نادي الزمالك في كره القدم على مر التاريخ يحضرون في هذا اللقاء في بانوراما فنيه رائعه جدا زي ما حضراتكم شايفين، والموسيقى العسكريه في وسط الملعب من استاد القاهره الدولي. معكم معلقكم الرياضي خالد لطيف، يسعدني ان نتابع مع حضراتكم على الهواء مباشره لقاء الزمالك واتلتيكو مدريد، اللقاء الاستعراضي الدولي في احتفالات نادي الزمالك بمئويته ومرور 100 عام على انشاء وتاسيسه. والكابتن سمير عثمان حكم هذا اللقاء وطاقم التحكيم المساعد في وسط الملعب كابتن احمد ابو العيله والكابتن تامر دري، والحكم الدولي الرابع الكابتن سعيد عبد الغفار، ومراقب المباراه الحكم الدولي وجيه احمد عضو لجنه الحكام. مباراه وفرصه رائعه لمصر واظهار الوجه الجميل للدوره المصريه ومصرنا الحبيبه العظيمه، ونادي كبير بحجم نادي الزمالك وعشاق الفانيلا البيضاء اصحاب مدرسه الفن والهندسه. هذه الجماهير الرائعه والمتواجده في استاد القاهره الدولي منذ الساعه 10 صباحا، وكل الامكانيات مهيئه لحدث رياضي كروي كبير تحت رايه وعلم مصر العظيمه اللي بان امام حضراتكم في شهر نوفمبر من 2011 عام الثوره المصريه. الابيض والاحمر والذهبي امام حضراتكم في تابلو فني رائع وكلام اكثر روعه لجماهير وروابط مشجعين نادي الزمالك اللي بيحضروا هذا اللقاء، اللي سبقوا يمكن تكريم لكل رموز نادي الزمالك بدايه من اول جيل في كره القدم في نادي الزمالك وحتى اخر جيل قبل هذا الفريق الحالي، مرورا بالكابتن ياكن، كابتن محمود ابو رجيله، مش عايز انسى حد، كابتن عمر النور، كابتن فاروق فوزي، كابتن سامي منصور، كابتن ايمن يونس، والكابتن هشام ياكن، وكابتن احمد رمزي، ونجوم كبار جدا جدا، والكابتن فاروق جعفر اللي يمكن في الاستوديو التحليلي واستاد النيل مع حضراتكم على شاشه نايل سبورت، لكن ايضا كرم في هذا اللقاء المئوي مستشار جلال ابراهيم، والاستاذ شريف خالد رئيس الشركه الراعيه، الاستاذ ممدوح البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضه. واللحظات الاخيره قبل بدايه هذا اللقاء، لقاء لن يتكرر قبل 100 عام اخرى. اعزائي المشاهدين، محظوظين ما فيش شك بمشاهده هذا اللقاء ومتابعه هذا اللقاء. ادي فريق اتلتيكو مدريد اللي تاسس ايضا منذ اكثر من 100 عام في 1903 ويرأس مجلس ادارته انريكي سيريسو وميجل انخيل خيل. هذه الصوره واللقطات التذكاريه مع البعثه الرسميه لاتلتيكو مدريد والمستشار جلال ابراهيم رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، ومجهود كبير من الشركه الراعيه والمنظمه لهذا اللقاء للخروج بشكل مشرف لمصرنا الحبيبه العظيمه. هذه لاعبو نادي الزمالك ايضا نزلوا ارض الملعب، ويبدا الكابتن حسن شحاته اليوم بتشكيله مكونه من عبد الواحد السيد لحراس المرمى، حازم امام، صلاح سليمان، كريم الحسن، صبري رحيل، احمد توفيق، ابراهيم صلاح، احمد مرغني، شيكابالا، وفي خط الهجوم رزاق واحمد حسام ميدو.
نجوم وساعات ولحظات تسجل في تاريخ كرة القدم وتسجل في تاريخ الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية. ودي الجماهير الزملكاوية الرائعة المتواجدة في استاد القاهرة بكثافة، والجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكابتن حسن شحاتة ومعه الكابتن اسماعيل يوسف واحمد سليمان واسامه نبيه وحماده انور واحمد السيسي وايمن فريد والمطراوي ومحمد السيد وعلي حسونه. ادي شيكابالا بيتجه للجماهير واعتقد بيطلق قذيفه من قذائفه بكره القدم نحو الجماهير العاشقه للفانيلا البيضاء.